بيبدأ فيلمنا في أوكيناوا، ودي بقى مدينة في اليابان، وبنشوف ولد اسمه دانيال رايح عشان يتعلم فنون الكاراتيه من هان، وبيشوف هناك راجل كبير بيعرفه إن هان ده من كبار العظماء في الكاراتيه، هو أول واحد بدأ يدرب ويعلم الكاراتيه في أوكيناوا. وبنرجع بقى للحاضر وبنشوف عمكو جاكي هو بيدرب الأطفال عنده في المدرسة بتاعته، وبنعرف إن هو كمان اسمه هان، وبيبقى بيعلم في مدرسته أي حد عاوز يتعلم الكاراتيه الكبير والصغير. وبعد حبة كده بنشوف ست كده عظيمة وبيبقى اسمها الدكتورة شي، ولما بيعرف جاكي إنها جاية الدنيا كلها بتتقلب رأسا على عقب في المدرسة، حتى جاكي شان ذات نفسه بيتوتر لما تيجي، وبيقوم جاكي باعت لها بنوتة كده صغننة زي كتكوتة عشان تلهيها شوية، عشان ابن الدكتورة دي بيبقى بيحب الكاراتيه جدا وبيتمرن جوه، والدكتورة أمه بقى ما كانتش عاوزاه يتمرن كاراتيه من أصله، فبيروح لها هان بقى اللي هو جاكي، محدش يتلخبط معايا. وهان بقى المفاجأة إنه يبقى عمها أصلا، فبيقول لها تعالي يا بنتي نشرب كوبايتين كده شاي على الرايق وبعدين نتكلم. قالت له بص يا عم انت، انا مش جايه اتضايف هنا، وبتقول لهان انها ما عندهاش اي استعداد تخسر ابنها التاني. وهان بيفضل يقنع فيها ان فنون القتال هتساعده جدا وتقويه، بس هي ما كانتش مقتنعه باي حاجه عشان هي خسرت ابنها الاول قبل كده. وبتعرف هان انها هتاخد ابنها تشاو وهتسافر على نيويورك عشان جالها شغل في مستشفى كويسه جدا هناك، فهتاخد ابنها وهتبدا حياتها من جديد هناك وتستقر. ولما بتخلص معاه بتقول لهان لما ابنها يخلص يجي عشان يتعشى معاها، وبتديله كاب يديه لابنها عشان يتشجع ويخرج من الاكتئاب والعزله اللي هو فيها. ولسه هان بيلف عشان ينادي عليه ويحكي له لقى قفاه واقف سامعهم من بدري. المهم تشاو بيطلع يجري ورا امه وبيقول لها انه مش عايز يسافر نيويورك، بس هي بتكون مصممه جدا على رايها، وبتعرفه انها مظبطه له حياه جديده ومستقره هناك، وبتقول له يا ابني سيب كل حاجه وارميها ورا ظهرك وركز في مستقبلك. وتاني يوم بيسافر مع امه فعلا، ولما بيوصلوا بيطلعوا على بيتهم وبيبداوا يظبطوا الشنط بتاعتهم، واول حاجه بيخرجها تشاو من شنطته هي صوره لاخوه الكبير. وبعد شويه وقت تشاو بيقول لامه انه عاوز ينزل يشتري بيتزا، فامه بتوافق، فبينزل وبيدخل المطعم وبيقول للطباخ انه عاوز بيتزا على الطريقه الصينيه. ولسه عمه طباخ هيقول له يا ابني انت مين، وبيفضل يتريق عليه، بس بتتحشر بنوته صغيره كده عسوله خالص مالس اسمها ميا، وتعتذر ليه بابتسامه لطيفه على اسلوب ابوها، وبتعرفه ان نوع البيتزا ده مش بيتعمل هنا خالص. فبيقول لها خلاص ماشي قولي لي ايه هو اقرب مكان اعرف اشتري منه شويه حاجات للبيت، وبيعرفها انهم لسه ناقلين هنا جديد وانه جاي من بكين، فبتقول له على اقرب مكان، فبيشكرها وبيمشي. وتاني يوم بقى امه تفضل واقفه فوق دماغه وعماله تديله في تعليمات زي هيركب ازاي وهيروح فين وهيجي منين والكلام ده. واول ما بيوصل المدرسه بيتصدم لما بيشوف ان عنده دراسه كتير يا عيني، عشان امه عاوزاه يعدي كل الامتحانات دي في وقت قصير جدا. ولما يا عيني الولد الغلبان ده بيخلص يوم المهب في المدرسه بيقابل ميا وهي شايله شنط كتيره، كل شويه حاجه تقع منها، فبيسلم عليها وبيقول لها انه هيساعدها، فبتوافق بسرعه كأنه جالها من السما، وبيمشوا سوا عشان ميا تكمل بقيه الطلبات اللي هي عاوزاها. بس هما ماشيين بيشوفوا شويه عيال بيتدربوا كاراتيه، فبيقف يتفرج عليهم، فبتساله ميا لو كان لعب كاراتيه قبل كده او بيعرف يلعبه ولا لا، فبيقول لها انه لعب كونج فو بس اعتزل المهنه. وفجاه ميا بتلاقي واحد شبه تيريلا الضخمه بينادي عليها، فبيقول لها انها تعرف ابوها انه مستني منه مكالمه، فميا بتقول له لو انت عاوزه كلمه انت يا فالح بنفسك، وبتسيبه وبتمشي. ولما بيوصلوا بتعرف تشاو ان ابوها ده عنده دين لتيريلا ده، عشان كده بيضايقني في الرايحه وفي الجايه، وبتحذره يخلي باله من الناس دي وما يحتكش بيهم تاني. ومن ناحيه اخرى بيدخل تيريلا للشباب اللي كانوا بيتدربوا، وبيقول لواحد اسمه كورنر ان ميا ماشيه مع شاب لوحدهم، فكورنر بيولع من الغير عشان هو بيحب ميا جدا، وبيطلع غله كله في الواد عين اللي بيتمرن معاه. وبتبقى ميا في الوقت ده تشتري طلبات مع تشاو، وبيعمل معاها حته جدعانه كده وبيشتري لها طلبات بسعر ارخص، وبيتفق معاها اتفاق انه يعلمها ازاي تتعامل مع تجار وتفهمهم، وهي تعلمه ازاي يتاقلم هنا في نيويورك ويتعامل مع الناس. فبتوافق وبتقول له خلاص اتفقنا، وبتقول له هعدي عليك بعد الظهر وهاخدك بقى يا واد يا تشاو اعرفك على المدينه بتاعتي شارع بتفصيله الممل. وبياخد بعضه وبيرجع على البيت، وهو قاعد بياكل مع امه بيعرفها يومه كان ماشي ازاي. وتاني يوم ميا بتروح له زي ما عادته بالسكوتر بتاعها، وبتاخده في جوله كده تلفيه في نيويورك، بس عشان الحظ دايما لطيف خالص الموتور بتاع السكوتر بيقف، فبيركبوا المترو، وللصدفه اللي زي النيله يعني بيشوفهم كونر واصحابه، فبيروح لتشاو وبيبصله باستفزاز. وميا كانت بتحاول تهدي الوضع، فكونر بيعمل نفسه انه هيسيبهم وبيروح على فجأة وبيضرب تشاو بالبوكس في وشه جامد. ولما بينزلوا تفضل ميا تعتذر لتشاو على تناحة وبرادة كونر، وبتقول له ان ده واحد مغرور وشايف نفسه حبتين تلاتة عشان اخد بطولات كتيرة في كونج فو كده. فتشاو كان كل اللي فارق معاه امه هتشوفه بالضربة اللي في وشه دي ازاي. فميا بتاخده لابوها اللي بنعرف انه كان بطل ملاكمة قديم وعنده خبرة كبيرة في اخفاء الكدمات بالمكياج. وتاني يوم بقى امه بتكتشف الضربة دي وبتتخانق معاه وبتفكره بوعوده ليها وانه هيبعد عن المشاكل والخناقات، وعشان تطمن عليه اكتر بتاخده معاها للمكتبة، وبتعرفه على واحد كده من العيال هناك اللي بيبقوا دحيحة يعني عشان يذاكروا سوا بقى ويشغلوا عن الخناقات وكلام
الكلام ده. ولما بيروح تشاو بالليل بيعلق بوستر على الحيطة بتاع الكونج فو، وبيفضل يفتكر أيامه زمان مع وأخوه كان بيمرنوا على حركة اسمها ركلة التنين السريعة. المهم يا رجالة، تاني يوم الواد كونر بيروح يضايق تشاو، بس المرة دي تشاو بيزقه جامد وبيبقى متعصب جدا، فكونر بيقدر بحركة إنه يقلبه على الأرض، بس تشاو ما بيستسلمش ليه وبيفتكر تدريب أخوه كبير وبيحاول إنه يعمل ركلة التنين السريعة. بس المفاجأة إن كونر بيبقى عارف الحركة دي وبيعرف إنه يصدها وبيضرب تشاو ضربة بتوقعه، والناس بقى بتتلم بقى وهيصة والمدرسين بيجوا وبيفكوهم من بعض، وكونر بيقول لتشاو لو أنت ذكر بقى قابلني في مسابقة الأحياء الخمس. المهم هو مروح بالليل بيشوف السكوتر بتاع ميا، فبينزل عشان يصلحها لها ويطمن عليها، بس هو عشان يوم منيل من اوله يعني وازاي اليوم ده يعدي بسلام كده، بيلاقي 2 رجاله جايين وماسكين عصيان في ايديهم، بس بيشوفهم ابو ميا وبنعرف ان اسمه فيكتور، وبيقول لهم لغايه هنا وشد خط احمر، كلامكم معايا انا بس يا رجاله. بس الرجاله دول كانوا هيقتلوا فيكتور، فتشاو بيتصدى ليهم بس بياخد ضربه شقلبته في الهواء ووقع، والخناقه كلها بتتقلب ضده عشان كان عاوز ينقذ فيكتور منهم، وبيفضلوا يتخانقوا خناقه محترمه لغايه ما الرجاله دي بتاخد علقه محترمه من تشاو، وبيطلعوا يجروا وتشاو بياخد فيكتور وبيفوقه وبيظبطه، فبيقول له فيكتور لا وانا اللي كنت جاي انقذك انت، وبيقعد معاه بقى في المطعم وبيقول له فيكتور انه جاب القوه دي منين، وقال له ما تعلمني كده يا اخويا شويه كونج فو كده والنبي اهو نعتمدهم في اي حته فيها خناق، وبيقول له انه عليه ديون كتيره جدا فعلمني شويه كونج فو يمكن ارجع العب تاني اقدر اسدد الديون اللي عليا دي. واخدوا فيكتور ووراه الشهادات والبطولات بتاعته ايام ما كان برنس بقى، بس السن بقى. المهم تشاو بيقول له انه مش عاوز يرجع للعب تاني عشان هو وعد امه بده، وبيعتذر ليه وبيمشي. ولما بيروح بيتصل بهان وبيقول له يعمل ايه وبيحكي له اللي حصل معاه، فهان بيقول له لو انت فعلا بتعتبر فيكتور صاحب ليك لازم تقف جنبه وتساعده. وفعلا تاني يوم بيروح لفيكتور وبيوافق يدربه وبيقول له انه هيدربه هو وبس، وبياخدوا فيكتور وبيدخلوا المخزن وبيتدربوا فيه لغايه ما ميا بتشوفهم، فبتتخانق مع ابوها، لكن فيكتور بيقنع بنته انه هيلعب جوله واحده بس، فبتوافق بنته وبيبدا بقى تشاو يدرب فيكتور ابو ميا. وحتى علاقه تشاو بميا بدات تبقى اقوى من الاول بكتير، وده مخلي كونر بيتغاظ ويتضايق اكتر. وفي يوم تشاو كان بيتدرب فبيضرب كيس الملاكمه بغضب، فبيدخل عليه فيكتور وهو بيتمرن وبيساله ماله، فبيقعد تشاو يفضفض معاه وبيحكي له عن اخوه الكبير وانه مات في خناقه وهو فضل واقف مكانه من الصدمه ومعرفش ينقذه ولا حتى يساعده، ومن وقتها وهو حاسس بالذنب عشان معرفش يعمل حاجه. وتاني يوم الواد الدحيح بيقعد مع تشاو وبيقول له ايه رايك تغير جو شويه يا عم بدل النكد ده، وبيقول له يروح المهرجان اللي معمول بكره، بس تشاو بيرفض عشان عنده دراسه كتير والامتحانات قربت، وبيعرف ان الواد الدحيح ده كدب على ميا وكان عاوزهم يخرجوا سوا عشان عارف ان تشاو بيحبها ومهتم بيها جدا. وتاني يوم في المهرجان بيروح تشاو بالاجبار مع الواد الدحيح، وبيتصدم لما بيلاقي ميا واقفه بتضحك مع كونر، فبياخد نفسه كرامته بتوجعه وبيرجع وهو زعلان. وتاني يوم بقى كان ميعاد المباراه بتاعت فيكتور، وكل لما ميا تيجي تتكلم معاه بيرد عليها براده وبيتجاهلها، فبتتعصب كده بتقول له ولا بتعاملني كده ليه يا الله، فبيقول لها يا هانم انا شفتك واقفه امبارح مع الواد كونر في المهرجان، فبتقول له انها ما بتحبش كونر زي ما هو مفكر، وان دي كانت خروجه يعني عاديه مع كل اصحابها، وكونر كان من ضمن الشله بس مش اكتر، وانها اتعاملت معاه عادي جدا، وبتعرفه انها خلاص بقى بتلمح له انها اختارت الراجل الصح ابو الرجوله ابو عيالي. وطبعا ابننا بيتكسف ولسه هيديها بوسه صغننه، بيقول لها انه بيحبها. بيدخل فيكتور هادم الملذات كلها وبيبوظ اللحظه الرومانسيكيه دي، وبيقول لهم بقول لك ايه منك ليها، انا عندي مباراه دلوقتي انتوا تركزوا معايا كده الله. وفي الحلبة بقى كله بيبقى متوتر وتشاو بيفضل يدي لفيكتور تعليمات، واللعبة بتبدأ تسخن بينهم، وفيكتور كان واكل الجو كله في الأول، بس في ثواني البومة اللي بيلعب معاه ده بيغدر بيه وبيكسر قواعد اللعبة وبيضربه باستمرار لغاية ما بيقع على الأرض، فبيتصدم تشاو وبيتسمر مكانه كده عشان افتكر أخوه في نفس الموقف حتى ما قدرش يتحرك من مكانه لما ميا قالت له يجي معاهم المستشفى، وكان يا عيني واقف من كتر الصدمة مش عارف يتحرك من مكانه، وحتى ما كانش بيرد على ميا ولا بينطق، وبياخد بعضه وبيرجع على البيت، وكان متعصب جدا من نفسه. وهان كان بيرن عليه كتير بس ما كانش راضي يرد عليه، وكان عايش حياته بقى وهو حزين ومكتئب. وفي يوم كان راجع على البيت بيلاقي البيت مقلوب رأسا على عقب كده، فبيحس بسيرة خطر، فبيمسك طاسة بابجي وفجأة بيلاقي واحد نازل فيه ضرب وطحن وعمال يصد ضرباته، وكانت الدنيا ضلمة وما كانش عارف مين ده. وفجأة أمه بتوصل والنور بيتفتح، وبيتفاجئ لما بيلاقيه هان في وشه، وبيبقى جاي عشان يطمن عليه عشان كان قلقان عليه جدا عشان الفالح ما بيردش على تليفونه. ولما أمه بتدخل بقى بيقعدوا محترمين خالص وهم في الوقت ده كانوا قاعدين بيتعشوا. تشي بتبقى مش عارفه هان جاي هنا ليه، وبتقول له بص هو انت ايه اللي جابك هنا النهارده، انا ما صدقت بعدت تشاو عن الحياه دي. فبيقول لها الله يا بنتي انت وحشتيني وجاي اشقر عليكم الله. وبعد ما بيخلص عشاء بيدخل لتشاو وبيلاقيه قاعد زعلان ومقطع كل صور كونج فو اللي في الاوضه ورميها على الارض. بيقول له ولا مش بمزاجك تبقى ضعيف ومش بمزاجك تبقى قوي، ها فوق كده وركز لنا. وبيقول له روق كده عشان بكره هنروح نزور فيكتور. وفعلا تاني يوم بيروح المستشفى، واول ما ميا بتشوف خلقه تشاو بتسيبه وتخرج على طول، بس فيكتور
بيقول له ولا يهمك هي هتروق بعد كده ما تقلقش، وان اللي حصل لي ده يا ابني مش ذنبك خالص. فبيقول له هان ان عندنا يا اخويا فيكتور في الصين ان لما الصاحب يقع في مصيبه بتبقى مصيبه جماعيه كده. فبيقول هان لفيكتور هنلاقي الحل، وبيطلع يجري، وبيطلع تشاو يجري وراه وعمال يقول له طب ايه هو الحل يا عم، طب وفين ومع مين؟ فبيقول له هان ان قدامنا 10 ايام بس على المسابقه، والمره دي انت اللي هتلعب بنفسك يا تشاو. وبيقول له هان كمان خلال يومين يا ولا يا تشاو تكون ظبطت لنا مكان كده رايق نتمرن فيه عقبال ما ازور صاحب ليا هنا وارجع. وفعلا بيروح هان لصاحبه ده، وبيبقى ده البيت بتاع الاب الروحي ليه، وبيقابل دانيال وبيقول له هان ان مياجي الاب الروحي قال لي لو احتجت اي مساعده اجي هنا، وعشان مياجي مات من سنين فالبيت لسه مفتوح للحبايب يعني. وبيوري له هان صورته مع مياجي ايام ما كانوا صغيرين، وبيطلب منه يروح معاه نيويورك، بس دانيال بيرفض. بس هان بيفضل يزن على ودانه عشان كان عاوز يخلي تشاو يتعلم الكونج فو بتاع مياجي، يعني اصول التدريب الاصليه. وبيقول لدانيال انه متاكد وعارف انه هيساعده، وبياخد بعضه وبيمشي، وبيقول له انا ماشي ها يا دودو وانا عارف هتيجي يا واد. المهم تاني يوم بيقول تشاو لصاحبه الواد الدحيح انه مش عارف يلاقي مكان مناسب يتدرب فيه، فالواد الدحيح ده قال له ايه رايك تتدرب على السطح؟ فبيفرح جدا وبيروح يرتاح شويه قبل ما يبدا التمرين. بس بيدخل هان هادم الملذات عليه وبيشده من ودنه وبيصحيه وبيبدا التدريب معاه، وبيقول له انه يخلي كل تركيزه على اللعب وبس. ولما بيجي الليل بتقعد تشي مع هان وبتعرفه انها عارفه هو جاي ليه، وبتقول له بس انا مش موافقه تشاو يرجع يلعب تاني ها. بس هان بيبقى مصمم على قراره وبيقول لها ان التدريب مفيد جدا لتشاو. وتاني يوم بيكمل تشاو التدريب، فبيقول له تشاو ان المشكله مش في التدريب، المشكله ان في وقت المباراه صوره اخويا ما بتتزحزحش من بالي. بس هان بيشجعه وبيقول له انه لازم يتخطى كل ده. ومن ناحيه تانية كونر بيبقى طاحن نفسه في التدريبات، بس فجاه بيلاقي دانيال جاي لهم وبيقول لهم انا ما كنتش متخيل اني اجي اصلا، واستغربت من ثقتك جدا يا هان، بس في الاخر لقيت نفسي جايب بعضي وجاي لك على نيويورك. وبعد حبه وقت بيقول لهم دانيال اللي مستحيل تشاو يعرف كل خبايا وتركات الكونج فو في اسبوع واحد. فهان بيقطع وبيقول له ان تشاو قوي جدا وشجاع وقدها، وفعلا بيكمل تدريب معاه، وبيبقى يا عيني ابننا الصغير متبهدل ما بينهم هما الاتنين مش هلوحين وخالص. ومن ناحيه تانية كونر بيبقى بيتدرب بكل ما عنده لحد ما بيدخل عليه ايتيريلا ده وبيقول له بقول لك ايه احنا لازم نكسب بالذوق او بالعافيه ها فركز. اما تشاو يا عيني بيبقى قاعد زعلان جنب هان وبيقول له ان ميا مش راضيه ترد عليه ولا راضيه ترضى عنه عشان زعلانه منه، فبيديله هان شويه نصايح كده وبيهون عليه. وبنروح لميا اللي بيبقى عندها تسليم اوردر بيتزا بالليل، واول ما تطلع بتفضل تنادي وتقول اكسكيوز مي حد هنا كان طالب اوردر بيتزا. وفجاه بتتفاجئ لما بتلاقي تشاو عامل لها جو بقى رومانتيكي، وبتاسف لها على سوء التفاهم اللي حصل ده. ولما بتعرف انه هيواجه كونر بتقول له بس انت مش مضطر تعمل كده اصلا، فبيقول لها انه لازم يقاتل اللي جواه عشان يتغلب على كل مخاوفه. المهم بيتصالحوا وبيبقوا سمنه على العسل من تاني. وتاني يوم بقى بيبقى اول يوم في دوره الاحياء الخمسه في البطوله، وكان كل يوم تشاو كان بيكسب واحد من البطوله وبيفوز على اللي بيواجهه. بس في يوم كان دانيال وهام بيلعبوا قصاد بعض، ده يسمى لقاء الجبابره ده. وتاني يوم بيبقى عند تشاو مباراه قبل الاخيره، ولما تشاو بيكسب كان في واحد عاوز يغدر بيه ويخلص عليه، بس دانيال وهان الثنائي المرح بيتدخلوا في الوقت المناسب وبيرنوه علقه معتبره قدام الناس. واليوم اللي بعده بياخد تشاو عشان يكمل اخر مرحله في التمرين، ويا عيني شقلطوا الواد على الاخر ومرمطوا اللي جابته. واخر تمرين كان عاوزينه يعدي من تحت ارتفاع 40 سنتيمتر، بس الغلبان بتاعنا ما كانش عارف يعملها. ولما بيروح فبيروح دانيال يقعد مع تشاو بالليل وبيحكي له عن ارتباط الالعاب ببعضها، وان كل لعبه ليها تاريخ قديم يعبر عنها، وان كل فتره وتانيه اللعبه دي بتتطور اكتر على حسب العصر اللي هي فيه، بس الاساس يا ابني بيفضل الاساس وموجود، ومهما عدت سنين عليه يفضل برضو الاصلي والاساس. ولما بيجي اليوم التاني بياخدوا تشاو عشان يكمل تدريبات، وفعلا بيوصل للمستوى الاخير في تدريباته وبيبقى محترف جدا. ومن هنا بقى بيجي اليوم بتاع المباراه النهائيه، وبيتفاجئ تشاو لما بيلاقي امه داخله تشجعه وتدعمه، وبتقول له انها تكون في ظهره وتشجعه للنهايه. فبيفرح جدا وبيحضنه وهو ممتن ليها على دعمها ليه، وبيدخل تشاو المباراه. ومن ناحيه تانية بيطلع كونر ووشه عامل شبه انبوبه الغاز المصديه، وواضح على وشه انه مش ناوي اي خير. وبتبدا المباراه دي وكونر ما كانش عاطي اي فرصه لتشاو انه يهاجم او يتحرك، وبتكون المباراه في الاول في صالح كونر. بس في لحظه تشاو بيستجمع قوته وبيبدا اللعبه بقى بجد، وبيهاجمه بكل قوته وبيقلب المباراه ناحيته. بس في لحظه كونر بيديله ضربه بتوقعه على الارض. الكل وقتها بيبقى قلقان وبيفضل هان يشجعه ويدعمه، وفعلا بيتشجع وبيقف على رجله من تاني. في اللحظه دي بيشوف اخوه وبيفتكره، فبيقوم من تاني وبيقوم يقف على رجله، وبتبقى النتيجه تعادل، وفاضل ضربه واحده بس هي اللي هتحسم القتال ده. وبيهجم على كونر بضربه التنين، بس لما طورها اكتر وكونر طبعا بيبقى مستعد عشان يصدها، بس بيتصدم لما تشاو بيعمل له سربرايز وبينزل برجله لتحت وبيعمل ركله سفليه خلته يفقد التوازن بتاعه. وطبعا من كتر ما كونر بيبقى متغاظ من تشاو بيحاول يغدر بيه ويضربه في ظهره، بس تشاو بيحس بيه وبيوقعه على الارض، وكان بيرفع ايده عشان يضربه، بس هان بينادي عليه في اللحظه الاخيره فبيضرب ايده في الارض.
وبيقوم وبيمد ايده لكونر بشرف عشان يساعده يقوم، والأول مرة بينحني كونر لتشاو باحترام، وبيفوز تشاو على كونر بشرف وبيهزمه، والكل بيبقى فرحان ليه ومهيصين انه اتخطى خوفه وبقى شجاع ورجع تاني احسن من الأول. وبعد فترة بيبقى فيكتور وتشاو طوروا من المطعم جدا وبيبقوا شغالين حلو قوي، والشغل بيبقى كتير قوي لدرجة انهم بيبقوا عاوزين يفتحوا فرع تالت. وحتى ما بينسوش دانيال، وهام بيبعت له حتة بيتزاية متوصي عليها من الآخر وبيشكره على دعمه ليه وبيقوله لو احتجتني في يوم يا صديقي هتلاقيني موجود. ومن هنا يا شبابي حلوين فيلمنا بينتهي لحد كده. لو عجبكم وانا متأكدة انه هيعجبكم، لايك واشتراك وشير القناة وتعليق حلو شبهكم كده، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.